النهاردة بقى ليلة 21. ممكن تكون ليلة من ليلة القدر. العشر الأواخر دول الكل يدعي فيهم كتير. العبادة فيها تبقى كتير. فأنا طبعا انتوا سامعين صوتي مجهد جدا جدا. النهاردة قمت نزلت جبت حاجات من السوق. طبعا أنا مش هوريها لكم، بس انا هقول لكم عليها. انا جبت طماطم كتير وجبت عيش وجبت سمنة بلدي. المهم هنعمل بكرة يوم الجمعة افطار، فانا قلت ايه اجهز اي اكل النهاردة. عملت بطاطس بس اديتها غلوة على النار فتطلع يعني زي الجاهزة بس بالظبط اللي احنا بنشتريها بتمن يعني غالي. فبصراحة لما تدي البطاطس غلوة بتطلع حلوة اوي. وعملت بتنجان بالخلطة، وعملت بيض حليه موتزاريلا، وعملت سمبوسة. المهم احنا اشتركنا انا واخواتي واصحابنا ال3 شهور رجب وشعبان ورمضان. اشتركنا فيهم في يوم، كل واحد حط النسبة اللي قادر عليها، وكل واحد حط النسبة بنية اللي جواه، يعني الفك كرب، لأولاده ينجحوا، لرحمة ونور على الأم والأب، لم الشمل، كل واحد هو ونيته. فاحنا النهاردة بكرة بقى هنعمل تالت شهر على التوالي، وإن شاء الله ربنا يدينا يا رب. كل ما يدينا كل ما هنعمل أكتر وهنزيد. ف فانا عشان كده النهارده بجهز اي اكل، بس بصراحة هو اكل خفيف وقليل بس بيشبع جدا جدا. قلت عشان اخلص عشان اجهز الحاجة، يعني هاخد لهم حاجات متجهزة من هنا. احط لهم اقطع العيش عشان احنا هنعمل فتة. هقطع لهم العيش واحط في الفرن عشان احنا مطبخنا هناك صغير عند امي والبوتاجاز صغير. فقلت اجهز كام حاجة كده وهروح لهم بكرة بيهم، ويكثفوا بقى دعواتكم ال10 الأواخر دول. بكرة يوم الجمعة لعل تكون بكرة، يعني كانت النهاردة ليلة القدر. دعواتكم كتير قوي، وبالله عليكم بالله عليكم ما تنسوني في دعواتكم، وما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة، ويا ريت دعمكم ليا. يعني انا بحارب الحياة وبحارب حاجات كتيرة قوي، وعاملاها كمشروع لولادي او لنفسي عشان اصرف عليهم. فبالله عليكم بالله عليكم دعمكم ليا، لايك واشتراك للفيديو، وما تنسونوش في كل فيديو، ويا ريت تشاركوا الفيديوهات بتاعتي اللي انا بنزلها. هنا بقى كانت فيروز قاعده تتكلم معايا كتير، يعني عاجبها البيض بالجبنه الموتزاريلا وفرحانه بيه. بصراحه هو طلع جامد يعني. الاكل بصراحه حلو جدا، وخصوصا طبق البتنجان اللي بالدقه ده حكايه. ده محطوط عليه توم وطماطم شطه هريسه وخل وليمون وملح وكمون. وده كان اكلنا النهارده، اكل بسيط والحمد لله، غيري مش لاقي.